حاجات في الانمي ما كنتش تعرفها، لو اول مره تعرفها اكتب لي في الكومنتات. نهاية ديس نوت، تعرف ان نهاية ديس نوت اتغيرت اكتر من مرة. اول مرة في المنهى لما كان الكاتب المفروض كانت تخلص في الحلقة 25، الكاتب كان المفروض لما لاي اتفق مع الشينجامي ريم ان هي تقتل ايل عشان هو هيبقى خطر على ميسا. الخطة الاولى في المنهى ان ريم كانت هتكتب باسم ايل فعلا زي ما كيرا اتفق معاه، بس كانت هتكتب اسم كيرا كمان معاه، وكانوا الاتنين هيموتوا. تخيل النهاية ديت في الحلقة 25 تكون دي نهاية ديس نوت، اكيد كانت هتبقى اروع. بس بسبب ضغط المجله وبسبب نجاح المانجا بشكل كبير، قرر ان هو يكمل المانجا 12 حلقه كمان، اللي هي كملوا الحلقه 37. وبرضه كانت النهايه اتغيرت عن المانجا بحاجات كتير. النهايه كانت المفروض لما كيرا اتكشف يقرر يروح لريوكي الشينجامي عشان يساعده زي ما عمل مع ريم قبل كده. بس ريوكي الشينجامي يكتشف ويلاقيه بيكتب فيفتكروا فعلا هيساعده، كان بيطلب منه ان هو يقتل كل المحققين وكان بيتذلل له. وريوكا قال له بنظرة كانت كلها رعب، كانت مختلفة خالص عن اللي ظهر في الحلقات اللي في النص. ان انا زي ما وعدتك كتبت اسم. الحلقة الاخيرة كانت المفروض هتبقى عبارة عن تذلل كيرا وانكساره، وان هو بيقعد يتحايل عليه ويتمنى ان هو ما بيموتش وما يستاهلش الموت. طبعا ده كله اتغير في الانمي، انه جاب ان هو هرب ومات في شكل تاني خالص. ما اعرفش انهي نهايه كانت هتبقى اروع، وانهي نهايه من الثلاثه اللي كانوا المفروض يتعملوا دول كانت هتبقى اروع. اتمنى تقول لي رايك في الكومنتات لو اول مره تعرف الموضوع ده.